ونعم الفتونة ونعم الأخوة. السلام عليكم، ازيكم يا معلمين؟ معاكم المعلم دومة، اكبر واحد في مصر واكبر واحد في مصر سين. انا جدعان زي ما انتوا عارفين عايش من 700 قبل الميلاد. النهارده بقى هنحكي عن واحد كان عامل نوش وقلق مع الانجليز. والله لازم بقول لك يا جدعان مع الانجليز عشان تعرفوا المعلم دومة مش حارمكم من حاجه. جاب لكم مجرمين وفتوات، وادي بجيب لكم ابطال برضو عملوا قلق مع الانجليز ووقفوا ضد الانجليز. اسمه ادهم الشراوي، اكيد طبعا سمعتوا عنه. مع حليم غناله وناس كتير اتكلمت عليه واتعمل له افلام ومسلسلات كتيره يا جدعان. يعني انا بقى اقول لك منك ليه يا حبيب قلب المعلم قصته. اسمه الحقيقي ادهم عبد الحليم عبد الرحيم الشراوي. هو ادهم عبد الرحيم الشراوي اتولد سنه 1898. 98 يا جدعان. في السنة دي السنة بتاع ألف آخر التسعينات، في التمنمية، مش آخر التسعينات دلوقتي، لا آخر التسعينات اللي هي 98 وسبعة وتسعين كان فيها أبطال كتير شكلها. يعني 97 كان مولود الكابتن علي الحسني اللي احنا اتكلمنا عليه، ودي 98 مولود أدهم الشرقاوي. هي في سنين كده بتبقى حلوة وبيتولد فيها عظماء كتير. إلا طبعا أعظم سنة جت في التاريخ البشرية كلها اللي هي 700 قبل الميلاد. طبعا انتوا عارفين ليه يا جدعان؟ عشان معلم نومة اتولد فيها. او مش عارف اتولد فيها ولا لا، بس دي اخر الذاكره كانت جايباني كانت 700 قبل الميلاد. يعني انا وعيت على الدنيا 700 قبل الميلاد. ممكن اجي اكون مولود قبل كده، بس يعني الذاكره فانا حسبت يوم مولدي يوم ما انا بقيت واعي الدنيا يا جدعان. ايش الساعه علينا مش دي نوتيت. اتولد بقى، اتولد في محافظة البحيرة يا جدعان في تاي البارود. ساعتها ابوه كان من اعيان البلد، او العيلة كلها من اعيان البلد. عيلة الشرقاوي هناك في البحيرة كانت معاها فلوس كتير. يعني ابوه كان معاه اراضي كتير يا جدعان، وعنده مخلف عيال كتير. يقول لك مخلف بتاع 7 بنات و3 ولاد. انتوا فاهمين؟ ناس بتحب الخلفة والعزوة في الوقت ده. بس اخواته الولاد كلهم ماتوا. والله زي ما بقولك. وكان عنده برضو بتاع 20 عم وعمة. عيلته كانت بقول لكم كبيرة يا جدعان قوي. بس اشهر اتنين واللي هتقوم بسببهم القصة دي كلها مين؟ عمه عبد المجيد يا جدعان، اللي هو ساعتها كان عمدة القرية. كان عمدة القرية. وعمه التاني محمود. عمه محمود ده كان بقى بيقف مع الفلاحين ضد الانجليز وضد اخوه الكبير وضد اخوه عبد المجيد. عشان كانوا الناس دي بتخلي الفلاحين تبيع المحاصيل بتراب الفلوس وبيضغطوا عليهم. فكان محمود بيقف جنب منهم عشان ما يخلوهمش يبيعوا المحاصيل والكلام ده كله. بسبب الحركه دي كلها يا جدعان هتحصل المشكله كلها. اه ادهم بس ادهم ساعتها كان عيل ابن ناس بالتعليم، ملوش في القلق ده كله يا جدعان. كان عيل بيقول لك معاه بتاع لغات كتير، معاه بتاع 3 4 لغات، انجليزي فرنساوي. واد كان مثقف جدا. وكان ساعتها بيتعلم، وصل لحد الثانويه العامه. في سنين كان اللي بيبقى معاه اولى ابتدائي يا جدعان كان بيتعمل له تاريخ. فهو الواد كان شكله مثقف جدا. لحد ما بقى عنده 19 سنة، وهنا جه الخبر اللي غير حياته كله. جا اللي هو عمه محمود مات، وهو سمع ان عمه محمود مات على ايد واحد من الانجليز وتبع الانجليز. الواد ساعتها اتضايق يا جدعان وتحول. وكان عاوز ينتقم لعمه، فقعد يفكر ازاي ينتقم له. بس قال لك مش هقول لحد، وهفضل كده في الديرة واحدة واحدة لغاية ما اعرف انتقم. بس ساعتها راح هو اخد دور عمه. والله زي ما بقول لك اخد دور عمه محمود، وبقى هو اللي يقول للفلاحين ما تبيعوش، وبقى يقف جنب منهم عشان ينصرهم على على عمه التاني عبد المجيد وعلى الانجليز. مع عم عبد المجيد بقى ساعتها كان قال لك هكوش على الفلاحين كلهم المحاصيل. لما عم عبد المجيد عرف الكلام ده كله اتضايق قوي يا جدعان. اتضايق، قال انا اخلص من اخويا محمود يطلع لي ابن اخويا التاني ادم. فكان عاوز يخلص منه. راح مبلغ الحكومة عنه في المحكمة ان هو عاوز يقتل الانجليزي ده. عاوز يقتل الانجليزي اللي قتل عمه. فالمحكمة طبعا حكمت عليه. انتوا فاهمين الانجليز كان ليهم وضعهم ساعتها. فراحت حاكمة عليه بتاع 6 سنين 7 سنين 7 سنين كده مع الاشغال الشقة في سجن لومانتورا. المهم فضل كده لحد ما حصلت حاجة في السجن زودت عليه الحكم. والله زي ما بقولك جه ساعتها واحد من اللي شهدوا عليه مع عمه، جه معاه السجن ده. فادهم اتجن طبعا اول ما شافه راح قاتله. فجاله راح 25 سنة سجن تانيين. الواد قال لك انا هقعد جوه شكلي عمري كله. فكان بيسيستم حياته على كده لحد ما حصلت حاجة اللي غيرت الأحداث دي كلها. ثورة 19 يا جدعان.
اكيد طبعا انتوا سمعتوا عنها، وفي اللي ما سمعش عنها، بس المعلم دومة حضرها يا جدعان، وكان ليا مواقف كتير في ثورة 19 سعد زغلول يا جدعان. كنت بقعد معاه عشان قبل الثورة دي احكي لكم انا عن كل حاجة، بس لما يجي وقتها اسمع لينا مش دي نوتيت. المهم لما جت ثورة 19 كانوا ساعتها عاوزين يهربوا المساجين اللي في سجن رومان، عشان كان في منهم ناس مظلومة برضو كانت بتقف ضد الانجليز. بس لما ادهم سمع اللي بيحصل بره والكلام ده كله، فضل واقف مع المساجين يحسهم، يقول لهم ايه، احنا برضو لازم نعمل نمرة جوه، مش هينفع نسيب الناس اللي بره بس والكلام ده كله. المساجين برضو دمها غلي، فراحوا متعاركين مع الانجليز. والله زي ما بقول لك، وكانت عركة كبيرة قوي يا جدعان، بيقول لك مات فيها بتاع 70 80 90 واحد. وفعلا هرب ادهم هو وشوية ناس من السجن. فضلوا ماشيين في الصحراء فترة كده لغاية ما وقع على عرب هناك. انت فاهمين العرب كورة. فادهم راح نازل عليهم كده، اول ما عرفهم بنفسه وطلع الناس عارفاه، استغرب كده، قال لك سيتي وصل مصر كلها باللي عمله مع الانجليز وعمله مع عمه. والله زي ما بقول لك، ساعتها قرر يبقى وطني ويكمل في اللي هو فيه. والله زي ما بقول لك، فضل يسرق من الاغنياء يا جدعان ويدي الفقراء، ويقف ضد الانجليز ويجمع ناس. حتى بيقول لك في مره برضو كان تاجر يوناني. كان يوناني. ادهم اتنكر ساعتها على انه خواجه جاي يشتري منه محاصيل. وادهم ساعتها كانت سهل الموضوع ده، كان بيقول لك ملك التنكر يا جدعان. الواد كان مثقف معاه 3 لغات، فكان سهل يعني لو اتنكر في اي حاجه يا جدعان محدش كان يعرفه. الواد بيقول لك ابيضاني وعينه ملونه، فاجنبي اوي. بس راح للتاجر ده ليه بقى؟ عشان التاجر ده كان بيمضي الفلاحين على كمبيالات واخدها بالربا. والله زي ما بقول لك، كان بياخدها بالربا وبيعاملهم وحش وبيسرق منهم المحاصيل والكلام ده كله. فادهم اتجن، فراح وهو متنكر كده وراح قاتل التاجر ده، قاتل التاجر واخد الكمبيالات حريقه واخد الفلوس موزعه على الفقراء. والله زي ما بقول لك، وفضل برضو كده يعمل كده مع مين؟ مع الانجليز، لحد ما حصلت نمرة هي اللي خلت الانجليز خلاص مش قادرة عنه. بيقول لك كان في قطر جاي ساعتها من اسكندرية للقاهرة او من القاهرة لاسكندرية، مش متذكر برضه يا جدعان الذاكرة. راحوا المعلم دوما، انتوا فاهمين يا جدعان، بقول لكم 700 قبل الميلاد، واحكي لكم حاجات ت... للتاريخ، وحاجات برضه المعلم دوما شافها، فعيب نقدر الناس يا جدعان. اسمعينا مش دي نقطتي. المهم عملوا كمين للقطر ده وخلعوا القضبان عشان القطر يقف. ما القطر ده كان فيه جوه اسلحه وفيه مؤن اللي هي بتروح الاكل والشرب بتوع الانجليز. بس بقى فراحوا واقفين قدامه فعلا، عملوا كمين وراحوا اخدين كل حاجه في القطر. حتى بيقول لك كان في واحد مصري جوه، ضابط مصري، ولما شاف ادم مرضاش يبلغ عنه. انتوا فاهمين برضو الوطنيه يا جدعان بتاع المصريين. بس فضل كده لحد ما الانجليز اتحولت. فكانوا عاوزين يمسكوه بأي طريقة، وفعلا بعديها بفترة قدروا يقتلوه. بس بسبب مين بقى يا جدعان؟ بسبب صاحب آدم الخاين. كانوا ناس، واحد اسمه محمود أبو العيلة، كان معاه في ضمن الفريق بتاعه. بس حصلت بيقول لك ما بينهم وبين بعض مشاكل، فراح مبلغ عنه، والحكومة ما صدقت. أول ما عرفت مكانه عاملين له كمين كان الأنباشي محمد خليل. محمد خليل هو اللي عمل لآدم كمين. وفعلا ادم وقع في الكمين ومات يا جدعان، والناس كلها زعلت عليه، والانجليز بقى كانت فرحانه. بيقول لك البطل مات، فالناس مش خلاص بقى هتهدى وتخاف منه. بس طبعا انتوا فاهمين يا جدعان المصريين ما بتخافش، وفضل برضو الثوره تقوم عليهم يا جدعان. مش هنبطل، المصريين ما بيخافوش من اي حاجه. اسمع لينا مش دي نوتيت. بس بقى فمات ادهم، وساعتها الجرايد بقى كتبت ان اللص مات. ما الجرايد بقى كانت تبع الانجليز. وهنا بقى بيجي لنا للنقطه التانية، النقطه اللي بتقول ان هو كان ساعتها لص ومجرم يا جدعان وبيسرق، بسبب ان في جرايد كتير كتبت ان هو لص وخلصوا منه والكلام ده كله. بس احنا برضو عشان برضو ما نقدرش نأكد على دي ولا نأكد على دي، بس اللي احنا عارفينه اللي الانجليز ساعتها هم اللي كانوا متحكمين، والناس الاغنياء هم اللي كانوا في الصحافه والكلام ده كله، فاكيد كانوا هيبقوا ضد ادم. حاجه بالعقل برضه يا جدعان. بس برضه احنا ما نقدرش نقول فين الصح وفين الغلط. المعلم دوما بيقول لكم برضه كل حاجه، عشان ما يبقاش مخبي على المعلمين بتوعه اي حاجه يا جدعان. عيب. اديكوا زي ما اديكوا زي ما انتوا شفتوا معلمين، بجيب لكم حاجات بصوا كتير، وعجب لكم حاجات اكتر يا جدعان، وكلمكم احنا حاجات عالميه بعد كده يا جدعان. والله زي ما بقول لك ناس عالميه عملت قلق. عشان كده بقى عاوزين نكبر المعلمين ونجيب صحابنا يا جدعان عشان يبقوا معلمين، ومن ضمن معلمين المعلم دوما.
اهو بتقعدوا على قهوة المعلم دومة كمان. عشان كده بقى نعمل ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب يا جدعان. تكتبوا لنا في الكومنتات برضو لو عاوزين انتوا في حد عاوزين تتكلموا عليه تسمعوا عنه اي حاجة، اكتبوا للمعلم دومة في الكومنتات. يلا يا جدعان، السلام عليكم.